أنواع الشعب السوري. الحلبية أشطر ناس بالطبخ والاهتمام بالمظهر والأناقة، وأغلب شعبهم شقر والغيرة مأثرة بمجتمعهم بشكل كبير. الشوام أكثر ناس شايفين كل شي بحياتهم تقريبا، لأنها العاصمة ومعاشرين البشر وبياخدوك على البحر وبيرجعوك عطشان، يعني ما فيك تخورف شامي لأنه بيخورفك أنت وعيلتك وقبيلتك كمان. ريف دمشق تقريبا مثل الشام وفي تدخل جغرافي مع دمشق، بس حياتهم أقل نشاط من حياة الشوام. الحماصني أطيب ناس وأكثر شعب بفوت على القلب. الطراطسة يعني طرطوس أكثر شعب بحب البساطة والسلطنة والفرح بأبسط تكاليف، وبصراحة مزاجهم غريب أحيانا. اللوادقة أكثر شعب جميل بملامح الوجه وبقلوا الهيبة وشوف الحال والأنزع. الحوارني أكثر شعب معه المصاري بالبلد، يعني إذا بتفتح براد وبتلاقي رزم المصاري معبي الدنيا، وبيعرف يعيش مثل الخلق، متعلمين ومثقفين كثير ورفقتهم جدا قوية. الحمية أكثر شعب عايش التوسط والاعتدال بكل شيء، لا هن فري على الآخر ولا هن ملتزمين، بيسيروا كل الثقافات ورفقتهم حلوة بس فيهم بعض الوجع. السويداء أكثر شعب منغلق بالبلد وما حدا بيعرف عنهم شيء، مع ذلك بس ترافقوا راح تكتشف إنهم متحضرين وأوفياء بالصداقة وأبسط مما تتخيل. الحسكاوية أكثر شعب يمثل التعايش بالحياة السورية الحقيقية بطوائفها وقيمتها المختلفة، ومحترمين جدا. الإعلام مقصر بحقهم كثير، بس تتعامل معهم رح تشوف قديش هن ناس حبابين. الدير أكثر شعب كفو فيه نخوة وعروبية وأصالة وتعصيب للتقاليد والعادات، وأكثر شعب كريم بالإضافة إنه الديريين أهل النفط. إدلب هي مو بس خضراء، هي أهلها وقلوبهم خضراء وكلهم نخوة وحياتهم مقدمين للغير. هدول الغير الكل، والأدل بشعب بسيط وكويس ويحب يطعم الناس شايفين. الرقة مثل الدير بس الأحوال المادية أقل. القنيطرة توأم عن درعا بس الماديات أقل بكثير. القامشلي من كم يوم عرفت إنها تابعة للحسكة وكنت مفكرها محافظة لوحدها، وهلا خبرونا أنتم من أي محافظة، خلينا نتعرف على الناس. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تعمل لايك.